هنجرب النهارده اكتر مكان سياحي في بورسعيد، المكان اللي بقى كل الناس بتشكر فيه ولازم يروحوا يقضوا فيه يوم او يومين في الصيف. فيلا بينا نجربه سوا النهارده ونشوف هل فعلا يستاهل التجربه ولا لا. يلا بينا. بورتو سعيد من المدن السياحية الحديثة في بورسعيد، بينها وبين بورسعيد حوالي 37 كيلو. يلا بينا نبدأ جولتنا داخل بورتو سعيد. أول حاجة السويمنج بولز. البولز موجودة في كل حتة، كل بلوك من العماير في بولز بتخدمه، تقدر تخشها بالاي دي بتاعك. البولز نظيفة جدا وأحجام البولز مختلفة مناسبة لجميع الأعمار. بول بيشتغل من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 6:30. السياحية كل حاجة موجودة في بورتو سعيد، مطاعم أكل وسوبر ماركت، وده كمان تيل الموجود. الاوتيل بتاع بورتو خطير يعني، وهنا في كل حاجه. واحلى حاجه بقى موجوده وفتحت في بورسعيد محمود الفار. هايبر محمود الفار طبعا غني عن التعريف. هنا كنا فرهضنا من القعده على البسين طول اليوم، الجو كان حر جدا. رحنا عند محمود الفار، طلبنا مشروبات الايس بتاعتهم. بصوا يا جماعه، طلبت فرابتشينو ايس كلاسيك، اخدته بالشكل ده. الحجم ده كله ثمنه 70 جنيه. شكله مغري بطريقه فظيعه، وهو ده الاختيار المثالي في الجو الحر ده بجد يا جماعه. جه في وقته، طعمه خطير، والاسبريسو فيه جامده جدا. لا عجبني قوي بجد. اعتمدت المشروبات خلاص من عند محمود الفار. بعد كده انطلقنا الى البحر. طبعا تقدر تنزل بحر بورتو سعيد وتستخدم البحر او الشط، وتقدر تقعد على الشازلونج وشمسيه قدام البحر شبه ما انت شايف كده. برضو البحر بيشتغل فتره معينه زي البول بالظبط. من دي هنا برجولات تقدر تقعد عليها، ودي هنا تبات ممكن بقى تقعد قدام البحر وتسمع صوت البحر وتستمتع بجمال البحر. وغروب الشمس بيبقى منظر تحفه، وانت قاعد على البحر ممكن تشتري فريسكا فبيعيشوك جو البحر تماما. هنا الدنيا ليلت. اتمشينا برضو تاني على المشايه، وهنا بدأت الناس تنزل اكتر بالليل وتستمتع باجواء بورتو والفايبس اللي هناك. ودي كيدز اريا بالفلوس تبقى لطيفه، وكمان فرصه للاطفال ان هم ينطلقوا ويخرجوا كل الطاقه اللي عندهم ويستمتعوا بالصيف في بورتو سعيد. وهنا يا جماعه رحنا محمود الفار تاني، بس الدنيا كانت زحمه قوي. جربت المره دي القهوه الفرنساوي من عندهم خطيره يا جماعه، وفضلنا هنا نشرب بقى وناكل ولعب ودلع واكتيفيتي جامده جدا. كمان بيعملوا حفلات في المشاية، كانوا جايبين حفله سمسميه، والجو كان لطيف وظريف، وحقيقه قضينا وقت كان ممتع جدا. وكانت زحمه قوي بجد، كان يوم رائع جدا وانبسطنا جدا جدا. وبكده نكون خلصنا يومنا في بورتو. تجربه ممتعه يا جماعه، تجربه انصح اي حد ان هو يجربها، ولو حتى دي يوز هتتبسطوا جدا جدا. دي كانت تجربتنا النهارده في بورتو سعيد. هستناكم انتوا كمان تجربوا بورتو سعيد وتقولوا لي انبسطتوا ولا لا في الكومنتات. باي.